في ثاني يوم رمضان، مرة أخرى كنجدّوا لكم يعني تهانينا ديال هذا الشهر هذا الفضيل، الله يدخّلو عليكم بالصحة وبالتيسير باش ما تمناوش المغاربة اللي داخل الوطن وخارج الوطن. وفي إطار السلسلة ديال مواكبتنا لمشروع إصلاح مدونة الأسرة، استضفنا عدد من الوجوه من مختلف المشارب والمراكز الفكرية، استضفنا ناس عندهم واحد التصوُّر حداثي لإصلاح مدونة الأسرة. نبيلة منيب، الأستاذ عزيز غالي، استضفنا الأستاذة برلمانية فريدة اليسار، الأستاذة فاطمة استضفناها كذلك في هذا الإطار. ثم في إطار هذا النقاش هذا غادي نستضيفوا اليوم الدكتور مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بمدينة وجدة. غنحاول نسلطوا عليه الضوء بخصوص خاصة القضايا الخلافية بين الحداثيين والإسلاميين وكاع الناس اللي عندهم وجهات نظر. غادي نستضيفوا السي مصطفى بن حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا دكتور سي لوغان، النبي. الله يبارك أهلا فيك. وسهلا. بارك رمضان الله فيك. سعيد. لنا ولكم إن شاء الله لكافة المسلمين إن شاء الله. الله نعم. يحفظك. دكتور غادي نمشيو للسؤال المباشر. أنتم طبعًا كتعرفوا الموضوع ديال الحلقة. غادي نمشيو لواحد السؤال جوهري يتردد داخل بعض الأوساط، خصوصًا الأوساط اليسارية أو الحداثية أو اللي كتقول. كيقول لك أسيدي بأنه الفقه الإسلامي أصبح ماضويًا ولا حاجة لنا به في إصلاح هذه المدونة، وأن هذا الفقه يعود إلى عصر عباسي أو أموي. ما ردكم دكتور بن حمزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخشى أننا نتحاور حوارا غير علمي. إذا كانت له مرجعية سياسية أو انتصار لتيار هذا لا يفيد في شيئا كثير، ولكن إذا التزمنا بأن نحتكم إلى المعرفة وأن نذعن للمعرفة هذا شيء آخر. أولا حينما نأخذ تقسيم الأفكار بالأزمنة كأننا نعود من جديد إلى العصر الحجري والعصر البرونزي، الأزمنة لا تؤثر في هذا الأمر. فيما هو فقه إما أن يكون له سند وهو صواب أو ليس كذلك. أم تحدثني بأنه هذا شيء حداثوي أو شيء من الحداثة، هذا أنا أتطلب فقط أن تفسر لماذا تقصد بالحدث. هل هي زمان أو حالة فكرية؟ الذين كتبوا في الحداثة وهم كثير ولله الحمد من أطياف متعددة يتحدثوا عن مرحلة في الفكر الأوروبي انتهى فيها الأوروبيون إلى نفض أيديهم من الوحي بعد خصوم